صحابي بقى اللي هم التفكير المعاكس، اللي هو دول عندك خيارين لو انت اتبعتهم. اول خيار فمجبر في الحاله دي الشغل طبعا مش هيعجبك، لانه هيكون ده لو ما طردكش اصلا من لازم الشغل. اشتغل في غسيل الاطباق، رقيت وبقيت مدير الفندق. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد بعد غياب وانقطاع عنكم، لكن كان لازم انقطع عشان اجي واعمل لكم الفيديو ده واللي الكل مستنيه والكل بيسأل عنه، وممكن يكون اهم فيديو كمان هتتفرجوا عليه في القناة، وهو عن الشغل في تركيا، وازاي انا كطالب من شغلي في غسيل الاطباق وعامل نظافة اصبحت مدير عام احد الفنادق في احد المدن السياحية هنا في تركيا. عشان كده الفيديو مهم جدا جدا، وفيه معلومات مهمة جدا هتفيد اي حد، سواء كان طالب هنا في تركيا بيدرس وعايز يشتغل، او حد بره تركيا وعايز يجي تركيا عشان شغل، او حد مقيم وبيفكر يشتغل كمان في تركيا. ففي الفيديو ده هقول لكم كل الفرص الموجودة في تركيا اللي اي حد ممكن يستغلها، ولا انا من ضمنكم كمان استغليت معظم الفرص الموجودة هنا في تركيا. عشان كده كملوا الفيديو للاخر، لان الفيديو مهم جدا جدا جدا. اول حاجة نبدأ بيها الفيديو هي هل لازم لغة عشان اشتغل في تركيا او لا؟ لان زي ما انتم شفتوا في الفيديوهات اللي فاتت كلها قلنا واتكلمنا عن اهمية اللغة التركية هنا، وقد ايه هي مهمة، وان الاتراك ما بيتكلموش اي لغة اصلا غير اللغة التركية، فلازم الواحد يكون عارف اللغة التركية عشان يقدر يتعامل هنا في تركيا. طيب عشان اشتغل هنا في تركيا هل لازم اكون عارف اللغة التركية؟ 100% مش لازم تكون عارف اللغة التركية عشان تقدر تشتغل هنا في تركيا، لان شغلك هيكون مع الآلة فقط، وده الشغل طبعا مش هيعجبك لانه هيكون صعب، مع عدد ساعات كتيرة، مع راتب قليل. فعشان انت ما عندكش لغة تركية فمجبر في الحالة دي انك تتعامل مع الآلة اللي بتتعامل معاها باللغة العادية اللي هي لغة الآلة، مش بتتعامل معاها لا بلغة تركية ولا اي لغة تانية، او ان انت تشتغل كأي شغلانة تانية مفيش بينك وبين الأتراك تواصل او تعامل. عشان كده مع الأسف لو مش هيكون عندك اللغة التركية هتشتغل أحد الشغلانات دي، اللي هي شغلانات مش هتعجبك وهتكون صعبة وهتكون ساعاتها كتيرة جدا وهيكون الراتب بتاعها كمان قليل. لكن طيب أنا ما عنديش لغة تركية دلوقتي وعايز أشتغل برضو، مفيش مشكلة، اشتغل الشغلانات دي وابدأ بيها هنا في تركيا، ومن المحيط بتاع الشغل اللي انت فيه اتعلم حاجات بسيطة من اللغة التركية، بحيث ان انت بعد ما تخلص شغل تقدر تروح كورس لغة تركية وتتعلم لغة تركية على أساسيات أصلا أنت كنت عارفها من المكان اللي أنت كنت شغال فيه، أو حاجات بسيطة من اللغة التركية، فبالتالي تقدر تفهم وتستوعب اللغة التركية أكتر بكتير جدا. وبعد ما تخلص اللغة التركية اطلع ودور على شغل تاني يعجبك والشغل اللي أنت عايزه، وده نفس اللي أنا عملته. وهحكي لكم قصتي اللي حصلت معايا في موضوع الشغل هنا في تركيا. أولا أنا لما جيت فأنا جيت على دراسة اللغة التركية أول سنة اللي هي السنة التحضيرية، كانت الدراسة أونلاين طبعا، فقلت ما دام كده كده أونلاين وأنا مش بحضر أصلا دراسة اللغة التركية دي في الجامعة، فرحت على طول اشتغلت فين؟ اشتغلت في مطعم، ومن أحد أشهر المطاعم هنا في تركيا، لكن عشان ما عنديش لغة تركية كان لازم أشتغل في غسيل الأطباق. ده أول شغل بدأت بيه. بعد كده على طول بعد ما خلصت الشغل ده طلعت وغيرت المدينة اللي أنا كنت فيها ورحت على طول جامعة تانية، ودخلت سنة لغة تركية مرة تانية، وقعدت في نفس المدينة دي مع واحد تركي في الشقة، فاتعلمت اللغة التركية وأتقنتها. وبعد ما اتعلمت اللغة التركية وأتقنتها استغليت بقى أول فرصة، وهي إن معايا لغة تركية ومعايا لغة عربية ومعايا كمان إنجليزي، وحطيت عليهم كمان شوية روسي. فبالتالي بالأربع لغات دول قدرت إن أنا ألاقي الشغل اللي أنا عايزه. عملت إيه؟ أول حاجة حددت المدينه اللي انا عايز اشتغل فيها، لان مدن تركيا كتير جدا، شوف انت المدينه اللي انت عايز تشتغل فيها، لكن دايما انا ما برجحش اسطنبول، لان اسطنبول من المدن الكبيره جدا في تركيا وفيها عدد كتير جدا اصلا من البشر، ويعني مش هتعجبك خالص، سواء من ناحيه الشغل او من ناحيه المعيشه او من ناحيه السياحه او من ناحيه اي حاجه. فدايما كنت بفكر ان اروح المدن الساحليه اللي هي بتكون زي انطاليا، بودروم، زي مثلا ازمير، المدن اللي هي الساحليه السياحيه، الحاجات دي كلها. فعلى طول جه في دماغي ان انا اطلع على فين؟ اطلع على انطاليا، مدينه سياحيه، وهقدر هناك استعمل الانجليزي والعربي والتركي والروسي، فهقدر الاقي شغل
ببساطه كبيره جدا. وده يجيبنا للسؤال الثاني مباشره، هل انك تلاقي شغل في تركيا ده سهل ولا صعب؟ خلينا متفقين كده اولا ان اي شغل هو رزق من عند ربنا، لكن الرزق ده ما بيجيلكش الا بالسعي والاصرار. عشان ربنا لما يعرف انك انت فعلا بتسعى، وانك عشان تلاقي الشغل ده والشغل ده والحاجه اللي انت عايزها، ربنا فعلا بيكرمك وبيديها لك واحسن كمان ما انت كنت عايزها. وده نفس اللي انا كنت بعمله ونفس اللي ربنا اكرمني بيه الحمد لله. ان انا كنت بخش على صفحات الفيسبوك والانستجرام اللي مختصه بالمدينه اللي انا عايز اروحها. يعني مثلا قررت ان انا اروح انطاليا من المدن السياحيه وعايز اروح اشتغل هناك في القطاع السياحي. دخلت على طول على الجروبات كلها والصفحات اللي على الفيسبوك والانستجرام المتعلقه بالعمل والاعلانات بتاعه الشغل، الناس اللي محتاجه عمال والناس اللي بتعرض كمان ان هي عايزه تشتغل والحاجات دي كلها. قعدت كل يوم اكلم ما لا يقل واتصل على ما لا يقل من 50 فرصه عمل، اكلمهم اشوف الشروط اشوف الراتب اشوف الدنيا والحاجات دي كلها عجبتني اتفق مع الراجل خلاص واطلع اروح. طبعا صحابي في اللحظه دي كانوا بيقولوا لي انك ما تروحش وما اعرفش انت ما تعرفش الراجل، لان الراجل زي ما قلت لك انا لقيته على الفيسبوك، ما كلمتوش غير الا اتصال، ما شفتوش صوره، ما قابلتوش، ما اعرفوش اصلا معرفه، فانا ما اعرفش اي حاجه عنه ولا عن المكان ولا عن الشغل ولا اي حاجه خالص. لكن انا بروح على لسانه اللي هو قاله لي عليه، وكمان بروح واثق في ربنا ان ربنا مش هيضيعني وان ربنا هيكرمني. ولو قدر الله كمان ان الراجل كان نصاب وما كانش فيه شغل اصلا، عادي ما فيش مشكله، انا في المدينه اللي انا عايزها كده كده اصلا، فاطلع على طول ادور بنفسي مش على النت على الشغل ده. فده نفس التفكير اللي انا كنت اروح بيه. صحابي بقى اللي هم التفكير المعاكس اللي هو ما تروحش عشان لا انت ما تعرفش الراجل والحاجات دي كلها، دول عندك خيارين لو انت اتبعتهم. اول خيار اللي هو انك تروح تشتغل معاهم في المصانع وتشتغل معاهم في الشغلانات اللي هي بنفس الصعوبه اللي انا قلت لك عليها دي والراتب القليل والساعات الكتير جدا، او انك تقعد ما تشتغلش خالص. فعشان كده ما سمعتش لحد من صحابي، وهم صحابي نفسهم دول يعني واحد منهم اصلا اقول لك مثال، واحد منهم عنده فكره النجاح ان الراجل الناجح ده هو راجل نجح بسبب ان هو اصلا وراه قوه خفيه خليته ناجح، فاهم؟ يعني اول خطوه للنجاح ان انت تبعد عن صحابك اصلا. انا مش عايز اخش في كلام تنميه بشريه والكلام ده كله، لكن ابعد عن صحابك فعلا وما تسمع لهمش اللي هم يعني يقولوا لك حاجات مثلا، او هم مثلا هم بيقولوا لك اصلا كده عشان هم عندهم قناعات مختلفه عن قناعاتك. لا، خليك انت مستمر في الطريق بتاعتك وخليك انت ماشي في اللي انت عايزه، وانت هتوصل ان شاء الله وربنا هيكرمك، لان ربنا شايف من جواك انك انت عايز توصل للحاجه دي. فده اللي حصل طبعا، ورحت المدينه دي واشتغلت هناك على طول عامل نظافه في كافيه في المدينه السياحيه اللي في انطاليا. وطبعا استغليت ان انا عندي انجليزي، فكنت اتكلمت مع صاحب المكان بعدين باللغه الانجليزيه وكلام كويس جدا، فاعجب باللغه الانجليزيه بتاعتي وراح رقاني لجرسون. وبعد الجرسون ما كنتش اعرف اي حاجه في اي شغلانه اصلا، فكل الشغلانات دي انا اتعلمتها من جديد. اتعلمت، وكنت اي شغلانه بعملها كنت دايما بعملها بشكل كويس جدا 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 فعلا، اللي هو من عمل منكم عملا فليتقنه. لان انت اي شغلانه ما بتعملهاش بشكل كويس ما بتتقنهاش عمرك ما هتتقدم فيها، عمرك في حياتك ما هتتقدم ده لو ما طردكش اصلا من الشغل، فاهم؟ فعايز تتقدم في الشغل بتاعك اتقن العمل بتاعك. وده مش عشان كمان تتقدم في الشغل، لا عشان ترضي ربنا، لان انت بتشتغل في مكان وبتاخد منه راتب، فراعي ربنا في المكان اللي انت بتشتغل فيه. فده اللي انا كنت بعمله. بعدين السنه دي دورت على شغل في مدينه تانية، لان انا شخص بحب مثلا ان انا اروح اشوف مدن جديده واكتشف مدن جديده، فحطيت المدينه اللي في دماغي اللي انا عايز اروح اشتغل فيها. ما ربنا ما وفقنيش وما لقيتش فرصه عمل، رحت الشغلانه تانية في مدينه تانية برضو تعتبر مدينه سياحيه. رحت برضو الشغلانه دي واشتغلت في فندق 400 اوضه، فندق 5 نجوم. اشتغلت فيه جرسون طبعا اول حاجه، بعدين برضو اترقيت بقيت مسؤول كافيتيريا. بعدين سبت الشغلانه دي مش لاي حاجه خالص، لا عشان كان في دماغي شغلانه تانية عايز اروحها على طول. الشغلانه دي كانت في المدينه اللي انا كنت عايزها اصلا من البدايه، ورحت برضو بنفس الطريقه اللي هو اصلا مسافه 15 ساعه من المدينه اللي انا فيها للمدينه اللي انا عايز اروحها، والراجل ما اعرفوش والحاجات دي كلها. ورحت برضو الشغلانه اللي انا رايحها دي واشتغلت في الاستقبال برضو في فندق، وبعد شغلي في الاستقبال اترقيت وبقيت مدير الفندق.
طيب هتسالني انت ازاي اصلا بقيت مدير فندق وانت لسه عندك 22 سنه ما اعرفش وحاجات من كده؟ هقول لك، لان انا كان شغلي اصلا كله في القطاع السياحي. فانت لما بتشتغل في القطاع السياحي وما بترفضش شغل لغرض ان هو مثلا شغل مثلا مش عاجبك، شغل نظافه ما اعرفش، شغل جرسون، شغل كافيتيريا، شغل حاجات زي كده، فما دام انت ما بترفضش الشغل ده وتشتغل في كل الشغلانات، فطبيعي جدا وبسهوله جدا تقدر تترقى وتبقى مدير للفندق، لانك خلاص انت عرفت كل الشغلانات اللي بيشتغلوها في الفندق، فتقدر تدير كمان الناس اللي بتشتغل. وده ما بيجيش الا برضه بالاجتهاد وبالعمل المتقن في الشغل بتاعك. بس كده. واشتغلت مدير في الفندق، والحمد لله كانت علاقتي دايما مع كل اصحاب العمل اللي انا اشتغلت معاهم، كانت علاقتي معاهم كويسه جدا جدا جدا. وزي ما قلت لك برضو ده ما بيجيش الا باتقانك للعمل اللي انت بتعمله. طيب نيجي دلوقتي بعد قصتي في الشغل هنا في تركيا لمميزات وعيوب الشغل في تركيا. طيب اول حاجه كده عايز اقول لك ان المميزات في تركيا هنا للشغل هي قليله جدا، عشان ما تتوقعش بقى ان الشغل هنا واو وبنعد بالدولار وبنعد بالريالات والدينارات، لا مفيش الكلام ده خالص. الشغل هنا في تركيا اول حاجه هقول لك العيوب. اول عيب وهو ان الشغل مش منظم من وزاره التضامن الاجتماعي او وزاره يعني اي وزاره بتهتم بالعمال، لا. هنا الشغل كل صاحب عمل هو اللي بيفرض قراراته هو وقواعده هو على الشغل نفسه. يعني مفيش حد مثلا بيكفل لك مثلا حقك في موضوع الشغل، مثلا ان انت مثلا ليك مميزات او ليك صلاحيات في الشغل اللي انت بتشتغله، ده هو نفس الشغل برضه في مكان تاني المفروض تكون ليك نفس الصلاحيات. فلا هنا مفيش الكلام ده. هنا كل صاحب عمل هو اللي بيفرض الصلاحيات اللي هو عايزها، وهو اللي بيقرر وهو اللي بياخد كل، وهو اللي بيفكر في، يعني بص هو اللي بيدير الحاجات كلها، هو اللي بيدير الدنيا كلها. مفيش حد بقى بيسأله ولا حد بيدور وراه ولا حد يعني بيفكر في الحاجات دي خالص. الكلام ده على فكرة عشان ناس كتير ممكن تكتب لي وتقول لي لا الكلام ده للأتراك ما فيهوش كده، والأتراك بيتدور عليهم وبيحاسب. الكلام ده ما فيهوش خالص، الكلام ده خالص سواء أتراك أو أجانب، محدش بيسأل في حد هنا خالص في الشغل. تاني عيب هنا وهو الرواتب قليلة، مش زي ما انت كنت فاكر ان العمال في تركيا ولا الناس اللي بتشتغل في تركيا بتعد بالدولارات ولا الدنانير ولا الحاجات دي كلها، لا. احنا هنا او العمال هنا او الناس اللي بتشتغل في تركيا بتقبض بالليره التركيه، ما بتقبضش لا بدولار ولا بدينار ولا بالحاجات دي كلها خالص. والليره التركيه اصلا يعني الدولار ب 30 بكام، ب 25 ولا 26 ليره تركيه. فانت دلوقتي لما بتقبض مقابل الحياه المعيشيه مفيش توازن خالص اطلاقا. تاني عيب هنا وهو موضوع اللغه، ان هنا مفيش حد بيتكلم لغه غير اللغه التركيه. حتى الاماكن السياحيه اللي بيجيها اجانب برضو اللي بيشتغلوا هناك ما بيكونوش يعرفوا اصلا لغه اجنبيه كويسه، يعني بيعرفوا حاجه يمشوا حالهم بيها. غير عندنا في مصر، احنا عندنا في مصر الوضع مختلف تماما. يعني احنا عندنا في الاماكن السياحيه العامل هناك اقل حاجه بيعرف 7 لغات، هنا ما بيعرفوش اي لغه خالص. يعني حاجه لو انجليزي مثلا بيكون حاجه بسيطه جدا. برضو من عيوب العمل هنا في تركيا وهي ساعات العمل، ودي بتكون 12 ساعه عمل مع جهد كبير جدا. ودي طبعا حاجه صعبه وحاجه وحشه جدا جدا، ومن اسوأ الحاجات هنا في الشغل في تركيا ان انت، وده انا جربته بنفسي. اول شغلانه اشتغلتها كانت 12 ساعه ما كنتش ارتاح فيها نهائيا، واقف ال 12 ساعه وعمال اشتغل بجهد طبعا ذهني وبدني. فدي حاجه سيئه جدا جدا في الشغل في تركيا. وطبعا مقابل ال 12 ساعه برضو حتى الراتب نفسه مش هو الراتب برضو المجزي يعني. فده برضو مشكله كبيره جدا. وبرضو من مشاكل في الشغل هنا في تركيا وهي ان انت تلاقي شغل في تركيا. فان عشان تلاقي شغل في تركيا لازم تكون صبور وعندك عزيمه وعندك اصرار وعندك ثقه في ربنا وعندك كمان حب المغامره. ان انت زي ما انا كنت بعمل مثلا ارن على الراجل، اكلم الراجل الاقيه في مدينه بعيده عني 15 ساعه وانا ما اعرفش عنه اصلا اي حاجه ولا عن المكان بتاع الشغل بتاعه، واخد الباص على طول وانزل.
لازم تكون عندك المغامره دي وما عندكش الخوف، ويكون عندك صبر ان انت ترن في اليوم على 50 واحد مثلا ولا 100 واحد، تقعد تكلمهم كل شويه، مثلا في اللي يرضى بيك وفي اللي ما يرضاش بيك، وفي اللي يرضى بيك كمان ويقول لك على شروط انت ما ترضاش بيها. فبالتالي لازم يكون عندك صبر وعندك تحمل، وبرضه يكون عندك شويه تشغيل دماغ، لان انت لو شغلت دماغك هتقدر توظف فعلا القدرات بتاعتك. يعني انت مثلا عندك انجليزي وعندك تركي وعندك عربي وعندك مثلا اي لغه تانية مثلا ممكن تاخد منها اللي هي المقدمات ان انت تقدم نفسك او تتعرف على شخص وتقدر تشتغل بيهم الحاجات دي كلها. فانت تشغل دماغك ان انت توظف القدرات بتاعتك والمميزات اللي انت تعرفها، وتستغل الفرصه وتوظفها في المكان الصح. ما تروحش مثلا تكون عارف 4 لغات وتروح تشتغل في مصنع مثلا، ما ينفعش يعني. ففكر فكر فيها كويس، هتلاقي نفسك بترتاح اكتر. شغل دماغك كويس هتلاقي نفسك بترتاح اكتر. نيجي بعدين لمميزات العمل في تركيا. واول حاجه واكتر حاجه انا بحبها اصلا هنا، وهي ان معظم اصحاب العمل بيقدموا اقامه على حساب صاحب العمل للعمال اللي شغالين عندهم. يعني مثلا انت بتروح تشتغل في المكان الفلاني مثلا، بتروح تشتغل فيه، فصاحب العمل بيقدم لك هو الاقامه على حسابه وكمان الاكل والشرب، فانت حرفيا بتوفر الراتب كله لنفسك. فدي برضو حاجه كويسه جدا، لكن مش كل طبعا الاماكن بتاعه العمل بتوفر الميزه دي. يعني المصانع مثلا والانشاءات و90% او 99% من العمل في اسطنبول ما بتوفرش الميزه دي. فلو انت طبعا عايز تاخد الميزه دي فشوف الميزه دي فين ودور عليها وهتلاقيها. الميزه الثانيه ودي للطلاب خاصه، وهي ان انت عندك لغات طبعا زي ما قلت لك، فانت تقدر تلاقي شغل اكتر. ودي برضو خاصه للاجانب، كل الاجانب يعني سواء طالب او مش طالب، ما دام انت عندك لغات مختلفه وكمان عندك تركي تقدر تشتغل شغلانات مختلفه وشغلانات مريحه اكتر. وفي النهايه طبعا ده واقع الشغل هنا في تركيا. طبعا مش زي ما انت كنت فاكر ان الشغل هنا في تركيا بتقبض فيه بالدولار وتقبض فيه بالدينار اللي معرفش، فمفيش الكلام ده خالص. هنا الشغل في تركيا يعني صعب جدا جدا جدا، ومش هو مثلا اللي انت ممكن تفكر ان انت تيجي من مصر لتركيا عشان تشتغل في تركيا فقط مثلا. فاحنا هنا في تركيا مثلا انا كطالب ما عنديش مشكله، انما كواحد مثلا مقيم وعنده عيله واسره ومش هينفع خالص معاه الشغل هنا اطلاقا، لان مش هيقدر يوفر اي حاجه خالص. انا كطالب مثلا ما فيش عندي مسؤوليات، ما فيش عندي مثلا حاجات تدفعها. يعني انا كل اللي عندي مصاريف جامعتي مثلا ومصاريف انا الشخصيه. انما كواحد مقيم صعب جدا ان هو يوفر اي حاجه هنا، بالعكس ممكن كمان يستلف زياده على الراتب اللي هو بياخده، لان العمل هنا والحياه مش متساويين ابدا. احنا هنا ممكن الواقع بتاعنا اسوأ حتى من اي مكان تاني. فما تفكرش ابدا ان انت تسيب مصر مثلا وتيجي تشتغل في تركيا عشان شغل بس. فوضع العمل في تركيا يعني صعب مش سهل خالص. وبرضو يعني كأجنبي مثلا في عندك تصاريح عمل وفي عندك حاجات كتير جدا، اجراءات كتير جدا، يعني بيصعبوا الموضوع اصلا على الاجانب. احنا كطلاب اصلا مش مسموح لنا ان احنا نشتغل، لكن دايما يعني بنشتغل مثلا في عارف انت كده فاهم، فاحنا بنشتغل بالطريقه دي. يعني ما حدش بيكون عارف وبنشتغل يعني ايه برضو. يعني كل ما بتشغل دماغك كل ما بتشتغل برضو ايه في اماكن بتبقى في امان اكتر. فهي مش تشغيل دماغ بس، يعني هي توفيق من عند ربنا، لكن برضو التوفيق ده ما بيجيش الا ان انت تسعى وان انت تفكر صح. وبس ده كان الفيديو بتاع الشغل في تركيا، وازاي انا كطالب اشتغلت مدير عام احد الفنادق في تركيا في احد المدن السياحية. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وحطوا لايك للفيديو لو اعجبكم، وقولوا لي دايما زي ما بقول لكم، قولوا لي في الكومنتات الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها او الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها هنا في تركيا، وانا هصورها لكم واعمل لكم فيديوهات عن اي حاجة انتوا هتطلبوها هنا عن تركيا. وبرضه ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، لان هناك انا طبعا نشط جدا بنزل ستوريات على طول. فما تنسوش تتابعوني هناك عشان لو اتاخرت عليكم مثلا تعرفوا انا اتاخرت ليه والحاجات دي كلها. لكن طبعا ان شاء الله ما فيش تاخير تاني، لان خلاص خلصت شغل وبدات دراسه، وانا اصلا كده كده يعني مش اللي هو 100% دراسه مثلا، فاعمل لكم فيديوهات كتير جدا. فاستنوا برضو فيديو اصلا قريب عن بعد كام يوم يعني كده عن حاجه مهمه جدا جدا. الفيديو استنوه هينزل برضو بعد كام يوم، فعلى طول هننزل فيديوهات ان شاء الله. فخليكم مشتركين في القناه واشوفكم في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب الكاميرا ما تكون فصلت.